اللي بيحصل الاسبوع ده في مصر؟ الدولار بيوصل لاعلى مستوياته في التاريخ في السوق الموازيه طبعا، ووصل لارقام خرافيه زي 54 و55 ويمكن اكتر. طبعا انتوا عارفين ان احنا متوقعين تحرير لسعر الصرف زي ما اتكلمنا قبل كده وفقا لشروط صندوق النقد الدولي. كانت موديز العالميه بقى للتصنيف الائتماني توقعت ان البنك المركزي هيخفض سعر الجنيه امام الدولار في الربع الاولاني من 2024، وسعر الدولار هينط في البنوك من 31 جنيه ل 45 جنيه او 50 جنيه. بالتالي طبعا هينعكس ده على اسعار السلع والمنتجات والتضخم ولنا الله. البنوك المصرية أعلنوا وقف التعامل بالكريدت كاردز بعد اجتماع البنك المركزي الأخير، بس قالوا الكريدت كاردز الجديدة. أما لو عندك كريدت كارد قديم فالليمت بقى 250 دولار في الشهر. طيب ليه؟ علشان نحافظ على المخزون الدولاري في البنوك. احنا عندنا ازمه، وخصوصا ان فهلوه الانسان المصري اكيد اشتغل طبعا في وقت الازمه ده، وحب انه يعمل سبوبه من الفرق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء. ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ انت ساقط حساب ولا ايه يا برو؟ الدولار لما بتسحبه من الخارج بالكريدت كارد بتاخده بسعر البنك، يعني ب 31 جنيه تقريبا. فاتضح ان في ناس كانت بتسافر تسحب دولارات بسعر البنك ويرجعوا مصر يحولوا الدولارات دي للجنيه بسعر السوق السوداء اللي هو اكتر من 50 جنيه. يعني الفهلوه دي لو اتعملت ب 5000 دولار بس كده الشخص كسب في السبوبه دي 100,000 جنيه من غير ما يعمل حاجه. تخيل. فطبعا اتحط قيود علشان الحد من الفهلوه دي، وبقى الليمت 250 دولار في الشهر. المشكله عيني ان المواطن الغلبان اللي عايز يسافر عادي 250 دولار دول مش هيعملوا له حاجه، مش هيكفوه الستر حتى، يا دوبك يوصلوك عند بياع الايس كريم بتاع تركيا ده، اهو تنزل لك كام ستوري كده ان انت سافرت، واعمل حسابك هتنام جنبه. في حد هيقول لي هو مفيش خبر حلو؟ ده في احلى خبر. نهار ابيض، مش قلنا من اول 2024 انستا باي هيكون برسوم؟ البنك المركزي قرر الغاء الرسوم على انستا باي في سنه 2024 كلها، واستمرار مجانيه التعاملات على التطبيق. انت عارف بس يا برو، ربنا يقطع من هنا يوصل من هنا. حد هيقول لي طب 2025؟ اقول لك لا بقى، لو عمرك عايش اليوم بيوم وجاي دلوقتي تنط تعمل لي مخططات طويله الامد السنه الجايه زي دلوقتي، حلها ربنا. منى عرفة بتثير الجدل بتصريحاتها عن المساكنه. الصراحة هو موضوع المساكنة سيب، يعني احنا مش هنتكلم في الحتة الدينية، الحقيقة هو كده كده طبعا حرام ده اكيد يعني، بس تعالي ناخدها من ناحية اجتماعية شوية. هو مفيد شوية علشان الناس بتقدر تعرف بعض بجد كويس قوي. هي قالت انه حرام شرعا بس لو خدناها من الناحية الاجتماعية فهي مفيدة، عشان الناس بتعرف بعض اكتر، بتاخد على طباع بعض اكتر، مش بيتفاجئوا بطباع بعض بعد الجواز. يعني ازاي مثلا هتعرفي ان جوزك بيشخر وهو نايم؟ تعرفي ازاي انه بيشد السيفون بعد ما يخلص ولا لا؟ في منطق. الدنيا طبعا قامت وما عادتش على منون كالعاده، منا بتدعو للمساكنه وبتدعو للفجر والفسوق، قيم الاسره المصريه، في ناس احلوا دمها. المهم منا طلعت وقالت ان الكلام ده متاخد من السياق، الواحد يعني ما ينفعش يفك بكلمتين. انت برضه غريب يا برو، ما عندكش سعه افق ولا تقبل للراي الاخر. سيبك انت من كل ده، انت اخبارك ايه يا برو؟